في تطور مثير داخل أروقة الكرة الإفريقية، خرج سمير صوبان رئيس اتحاد موريس لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي بتصريحات قوية فجرت جدلا واسعا داخل الكاف. صوبا وجه اتهاما مباشرا إلى الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السويسري الكونغولي فيرون موسينغو أومبا، مؤكدا أنه يشغل منصبه بشكل غير قانوني ويجب أن يغادر فورا. وفي تصريحات لصحيفة الغارديان البريطانية، أوضح صوبا أن لوائح الكاف تنص على أن سن التقاعد الإلزامي هو 63 عاما مع إمكانية منح تمديد واحد فقط لمدة 3 سنوات. موسينغو أومبا تولى منصبه في مارس 2021 وهو في سن 61 عاما، وبلغ 63 سنة في أكتوبر 2022، ثم حصل على تمديد لمدة 3 سنوات من رئيس الكاف باتريس موتسيبي انتهى في أكتوبر 2025. وبحسب صوبا فإن استمرار الأمين العام في منصبه بعد هذا التاريخ يجعله في وضع غير قانوني، مضيفا أنه لا يعتقد أن موسينغو أومبا في موقف يسمح له باتخاذ قرارات أو توقيع وثائق رسمية باسم الكاف، داعيا الرئيس إلى تصحيح الوضع واحترام النظام الأساسي. من جانبه رد موتسيبي بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير مؤكدا أن قضايا التقاعد تخضع للوائح الداخلية ومبادئ الحوكمة، وأن الاتحاد سيتخذ القرار الأنسب بشأن موظفيه دون أن يعطي جوابا حاسما حول مستقبل الأمين العام. ولم تتوقف تصريحات صوبا عند هذا الحد، بل قدم اعتذارا إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص ما وصفه بالظلم الذي تعرض له المنتخب المغربي في نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخير بالرباط، وأكد أن القوانين لم تحترم كما يجب خلال تلك المباراة، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي سلب حقه، لكنه في الوقت نفسه لا يطالب بسحب اللقب من المنتخب السنغالي، بل يدعو إلى الاعتراف بالخطأ الذي وقع. هذه التصريحات تفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول ما يجري داخل الكافة، وهل نحن أمام أزمة قانونية حقيقية قد تؤثر على قرارات الاتحاد خلال الأشهر المقبلة، أم أن الأمر سيتوقف عند حدود الجدل الإعلامي فقط؟ الأيام القادمة قد تكشف الكثير من التفاصيل داخل بيت الكرة الإفريقية.